السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستجدات هامة من الممكن أن تحدث مع الكثيرين من حبايب برج الجدي لنهاية شهر أغسطس 2023. ده نتيجة للتحركات الكوكبية التي ستحدث، خاصة بالتراجعات التي ستحدث خلال تلك الفترة. تراجع عطارد إلى جانب الزهرة، إلى جانب انتقال الشمس إلى برج العذراء، وده أنا اتكلمت عنه بالتفصيل خلال الحلقات السابقة طبعا في قناتي التانية. لكن في أمور هتحدث معاكم خلال الفترة مع الكثيرين منكم، وتلك الأمور نتيجة لتلك التحركات الكوكبية، زائد مشاعرك الداخلية، زائد شخصيتك القوية. وده اللي محدش بيقوله لك، يعني اللي بيقول لك أي حاجة بيقولها لك وبيطبق ده على جميع الأبراج دون الرجوع إلى شخصية كل برج. فشخصيتك وردة فعلك بتختلف من برج الآخر، خاصة أنت يا برج الجدي. إيه اللي هيحصل معاكم كده باختصار شديد لنهاية شهر أغسطس والمستجدات التي من الممكن أن تحدث معكم؟ هنتكلم بصراحة كده عن فترة هتهمل، هيبقى في إهمال، ده من جواك. هيبقى في إهمال لبعض من خططك أو من أفكارك أو اهتماماتك. واحدة واحدة معايا عشان نفهم الدنيا. هيبقى في إهمال لكل شيء كنت حاطط له اهتمام، لأمر ما في حياتك. ممكن يكون لشخص، ممكن يكون لفكرة، ممكن يكون لخطة. فالتراجع العطارد مع وجود الشمس في بيتك التاسع، وتراجع عطارد في بيتك التاسع أيضا، يجعلك في تبدل كبير جدا لخطة ما أنت كنت تسير في اتجاهها أو كنت عايش عشانها. هذا التراجع مع وجود الشمس في بيت الحظ يعمل معك، هنقول، تنقية وإعادة ضبط زوايا اتجاه مرة أخرى. يعني هيعدل الفترة دي، هتعدل معاك اللي كان مقلوب أو اللي أنت كنت ماشي فيه غلط. يعني هي أنا بعتبرها من أكتر الفترات خلال هذا العام لتحديد مسار أفضل مما كنت تسير عليه، خاصة لو كنت في علاقة. يعني لو حد كان خلال الفترة السابقة اتعرف على علاقة جديدة، وتلك العلاقة كان يضع عليها الآمال إنها تلك هي العلاقة التي تعوضه، ستكتشف خلال الفترة نتيجة لتلك التحركات للكواكب في بيت الحظ، عطارد يتراجع والشمس يتقدم في بيتك التاسع، إلى جانب المريخ المتواجد أيضا في بيتك التاسع، والتأثيرات الكوكبية الأخرى يجعلك ترى كل شيء على حقيقته. وإن كان من اللحظة اللي حضرتك أو حضرتك بتتفرجوا عليها حاليا عندكم الجزئية دي. حتى أنا نزلت، يعني في حلقة نزلتها بحذر فيها من الغفلة. الغفلة اللي هي الحلقة اللي نزلتها في قناتي التانية. الغفلة يعني إيه؟ إن أنت ما تاخدش بالك، ما تاخدش بالك من المستجدات، ما تاخدش بالك من الدلائل اللي ممكن تظهر قدامك في ما تعتنقه من أفكار، أو في ما تختاره من شخصيات، أو ما تشتغل عليه من عمل أو شراكات أو أصدقاء. فترة يحدث فيها أن تهمل ما كان بالنسبة لك هو الشيء الذي يعبر بك إلى النجاح. فتعدل الكثير منكم يبدأ في تعديل تلك الفكرة، لكن ده هيمر على مين؟ على من اختار بطريقة عشوائية أو بطريقة خاطئة، سواء اخترت عمل أو علاقة أو أي شيء أنت كنت تعيش عليه أو تفكر فيه خلال الفترات. هو من اختار بطريقة خاطئة. ولا تهمل الدلائل، ولا تهمل ما يظهر ليك من مستجدات يعدل الأفكار. سواء كان في علاقة ممكن تكتشف أمر، ممكن تكتشف إنه شخص خائن أو شخص غير جدير بالاهتمام، أو عمل لا يناسب قدراتك، أو عقد ما أنت داخل عليه أو بدأت فيه عقد بيع وشراء وتجد أن هذا العقد به ثغرات. أنا بقول لكم كل الأمثلة، طبعا ملايين حبايب برج الجدي في جميع أنحاء العالم، فكل شخص على حسب خطة سير حياته. إذا هي فترة
بتهمل فيها او بتبدا انك تخلف طريق او شخصيات او امور هتجيب لنا فقر. دي نقطة مهمة. نقطة أخرى يحدث أو تحدث مع الكثيرين هي فكرة الانتقال أو الترك أو السفر. تاني، فكرة الانتقال أو الترك أو السفر، وهي اتجاه مباشر منك إلى جزئية أخرى في حياتك أو مكان آخر، أو ترك شخص واتجاه إلى شخص آخر. فكرة السفر دي تجتاح الكثيرين. فكرة السفر أو الانتقال هتجتاح الكثيرين، أو الترك. ليه؟ تراجع عطارد من التراجعات في البيت التاسع بالنسبة لك، من التراجعات التي تجعلك تبيع. يعني هتلاقي نفسك سهل قوي ان انت تبيع اي حاجة او اي حد كان مضايقك في وقت من الاوقات. اذا هي مرحلة نفاذ الصبر اللي هيخليك تعمل ده. فكرة الترك او الابتعاد هي نفاذ الصبر، وتراجع عطارد يجعلك لا تستطيع الصبر. عشان كده هي فترة من الفترات اللي هتزداد فيها فكرة الترك كعقاب، الترك كإنهاء علاقة، الترك والابتعاد كطريق جديد ومسار جديد، السفر لمكان عمل جديد. فكرة الهجرة برضو عند البعض هي مرحلة مهمة جدا وحساسة في تلك النقطة. هي نقطة الترك أو الابتعاد، أو إعطاء الدروس، أو إعطاء أهمية لنفسك أكتر. يعني هتدي لحد كده درس انك بتبعد، بتتركه، بتقرص ودنه من الاخر، انك بتشعره انك لابد من معاملة اخرى، طريقة اخرى، اسلوب اخر، او بتعطي او بتلفت الانتباه لاهميتك بابتعادك لمن لا يعلم اهميتك. طبعا كل ده بيبقى تأثيره على الغير مستقر. يعني الناس اللي بتمر بأزمة، الناس اللي بتمر بعلاقة ما هياش صحيحة، الناس اللي تعبانة في حياتها، كل ده هيمر على الكثير. إذا نقطتين هامين جدا يحدث معكم، خاصة نقطة الترك أو إعطاء الدروس والابتعاد. فترة مهمة جدا ليكم. طبعا انا ما بقولش هي الفتره كلها تحذيريه، بالعكس في انتقال الشمس ايضا الى برج العذراء بيجعلك اي قرار جديد تتخذه فيها حظ كبير. بص يا برج الجدي، نتكلم بصراحه، انتم الابراج اللي دايما مصابه، اللي دايما محسوده، اللي دايما لعنة عليكم، اللي دايما بتقابلوا مواجهات وامور وبتكون متصاعده. فالقرارات الحاسمه وارده جدا خلال الفتره. علشان كده حبيت انوه لده، علشان ده لو حصل ناخد بالنا من كل شيء، نعرف نعقلها ونتوكل، ناخد القرار الصحيح حتى لو كان قرار فيه قرصة ودن زي ما انا قلت كده. وما نتسرعش في القرار، واحذروا من الغفلة، ان انتوا تغفلوا دلائل تظهر لكم، انكم تغفلوا او تطنشوا اي حاجة كالمعتاد عشان الدنيا تمشي. خدوا بالكم كويس جدا. يا رب كده حبايبي برج الجدي، جماعة البركة تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.